فوق سماء الصحراء المغربية وعلى متن طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الملكية المغربية تستمر مبادرة الترويج للمنتخب الوطني المغربي والمغرب كوجهة سياحية من خلال ارتداء أقمصة مغربية جديدة لأسود الأطلس من قبل طاقم طائرة الخطوط الملكية المغربية. هي أقمصة تحتفي بغناء التراث الثقافي المغربي وعراقته على امتداد العصور والأزمنة يرتديها كافة أفراد طاقم الطائرة. هي مبادرة أطلقت من قبل الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع بلانيت سبور للترويج لكرة القدم كعامل مساهم في الإشعاع السياحي لوجهة المغرب. تنفتخروا بزاف بالمشاركة ديالنا في هذه العملية الكبيرة اللي طلقتها شركة الخطوط الملكية المغربية، وتنفتخروا كذلك ملي لبسنا في إطار الخدمة ديالنا القميص المنتخب الوطني لكرة القدم اللي حقق إنجازات كبيرة وفرح الملايين من المغاربة. أنا جد سعيدة ملي كنشوف رد فعل ركاب ديالنا ملي كيشوفونا لابسين القميص المنتخب الوطني المغربي الجديد. المغاربة والأجانب كلهم كيعجبهم الحال وكيعجبهم أولا جمال وخصوصية القميص ديالنا، ثم بالتزامنا كطاقم شركة خطوط الملكية المغربية تجاه فريقنا الوطني. مبادرة لقيت استحسان الركاب الذين عبروا عن إعجابهم بالتصميم الجديد. جو تروف كو سي تري جولي بالنسبه لهذوك التغييرات اللي جات على القميص ديال المنتخب المغربي، سورتو داروا نجيمات كنتمنى انها ان شاء الله تدخل عليهم بالاهداف وديما مغرب. تونيت المغرب انا فاجئني ملي دخلت في لونطري ديال لافيون، تفاجئت داك توني عجبني بزاف، عجبني بهذاك لو ستيل اللي عطاوه هاد اكستراودينير عجبني. توني غزال الحمد لله مزيان ولابسينو مزيان الناس ديال لاغام، والحمد لله حنا كنفتخروا بالمنتخب ديالنا والمغرب ديالنا والصحراء ديالنا. وتأتي هذه المبادرة في سياق تحضير المغرب لاستضافة منافسات كأس إفريقيا للأمم أمام انتظار تكرار إنجاز قطر 2022 بقميص جديد. من قلب الصحراء المغربية ومن قلب مطار الحسن الأول بعاصمة الصحراء العيوب تسافر بنا أقمصة المنتخب الوطني المغربية الجديدة بتصميمها الفريد الذي يضم الزليج المغربي وحروف تيفينار مما يعكس تنوع الثقافة المغربية وغناها. من مطار العيون موفد ميديا تيفي، يونس مزيه ويونس صغيري.